صباح الخير مرة أخرى، أهلا بيكم في اقتصاد بلا فزلكة. النهاردة هنتكلم على الاستثمار. كلنا بنسمع كلمة الاستثمار الفترة اللي فاتت دي، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة. طب ويعني إيه هو الاستثمار وإيه أهميته جوه المجتمعات؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. أهلا بيكم مرة تانية في اقتصاد بلا فزلكة. كلمة الاستثمار هي كلمة واسعة جدا، الناس بتتكلم فيها بمشمول واسع، لكن هو عادة في كل المجتمعات. طبعا يعني مثلا الدولة بتستثمر في الطرق، بتستثمر في يعني مع شركات أجنبية في آبار البترول والكلام ده كله. هل ده الاستثمار اللي هنتكلم عنه؟ لا. احنا كلمة الاستثمار بمعناها المفهوم البسيط جدا هي عبارة عن مصنع ومبنى. يعني ايه؟ يعني واحد بيعمل مصنع، هو ده الاستثمار. لكن واحد بيبني طرق ده مش استثمار. واحد بيدور على بترول ده مش داخل، ده استثمار طبعا وعائد للدوله، لكن مش هو ده الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه. الاستثمار اللي الناس بتتكلم عليه وللدوله وللناس وكل الكلام ده هو الاستثمار في الصناعات او الزراعه او اي منتج يطلع فيه قيمه مضافه. وعشان كده الفتره اللي فاتت دي كنا بنواجه بعض المشاكل في فكرة القيمة المضافة والتصدير والكلام ده كله والاستثمار. وانا كنت اشرت في احد البرامج قبل كده، سألت سؤال، قلت هو ليه لما العملة نزلت اقل من 40% من قيمتها، يعني فقط 60% من القيمة، التصدير ما زادش؟ سألت احد المصدرين الكبار، يعني كان لينا لقاء طويل، فقلت له يا جماعه يعني الدول الاخرى اي انخفاض في عملتها بيؤدي على طول بصوره سريعه لارتفاع صادراتها بنسب متفاوته حسب انخفاض العمله وحسب قدره الدوله. لكن في الاول وفي الاخر لازم يكون، لان احنا تملي لما نقول ايه اصل احنا بنخفض العمله فده المفروض يزود السياحه ويزود الصادرات. ده كلام يعني الناس كلها حافظاه، مش محتاج تبقى اقتصادي عشان تعرفه. لكن السياحة الحمد لله مؤدية، بس طبعا احنا بعاد جدا عن امكانياتنا واللي نستحقه. يعني انا لسه قاري النهارده انه اخواننا في الامارات دبي الناس صرف عندها السنة دي 62.2 مليار دولار. احنا ما زلنا بنتكلم في 10 و12. ودبي دي يعني طبعا منطقة جميلة وناس قادرين ان هم ازاي يسوقوا نفسهم، لكن ما يملكوش عشر اللي عندنا، لا موقعا ولا ما نملكه من شواطئ وجو جميل على مدار السنه والى اخره يعني. لكن مع ذلك هم بيعملوا 62 مليار. هو السؤال احنا ما بنعملهمش ليه؟ يعني انا مش هسال هم بيعملوهم ليه، انا هسال احنا ما بنعملهمش ليه. فدي احد على الرغم من العمله عندنا زي ما قلنا، يعني اللي كان بيجي مثلا قبل كده بيروح مطعم بيدفع مثلا 200 300 جنيه، كان 200 300 جنيه يعني 20 دولار، 300 جنيه النهارده يعني 7 8 دولار. فمعنى كده انه في فروق كتيره، ومع ذلك لم ينعكس بشكل ايجابي او بشكل كبير. الحمد لله احسن ما انخفضش صحيح العائد، لكن لا احنا لسه بعاد جدا. طب نمسك الصناعه. فسالته زي ما كنا بنتكلم، بقول لصديقي هو ليه الصناعه او ليه الصادرات ما زادتش على الرغم من الانخفاض الشديد في العمله؟ فرد عليه رد عجيب جدا، يعني قال لي لان ما عندناش حاجه نصدرها. قلت له ازاي يعني؟ قال لي احنا المصانع ما عندهاش امكانيات كافيه ان هي تصدر. وصلنا يعني نكاد نكون وصلنا لسقف الصادرات بالنسبه للصناعات. احنا عشان نصدر لازم يبقى في صناعات جديده، في توسعات في الصناعات القائمه، والا هنفضل عند المبلغ او عند القيمه اللي احنا بنصدر بيها حتى لو انخفض العمله زادت. الفكره كلها على ان يكون عندك المقدره او عندك المنتج اللي تبيعه. لو انت ما عندكش المنتج اللي تبيعه، حتى لو كانت بكره الجنيه المصري ثمنه قرش سعر، ما عندكش حاجه تصدرها. فهنا الاستثمار بيوضح لك قد ايه احنا اتاخرنا في موضوع الاستثمار، وقد ايه انعكاسه مش بس على فكره العماله وعلى فكره العائد، لا، يعني الفكره كلها النهارده انها عائده على العائد بتاعك الدولاري. لان انت النهارده لما نمسك بلاد مثلا ما كانش ليها ذكر زي بنجلاديش مثلا والكلام ده كله، بتصدر بس هدوم بحوالي حسب ما قيل 23 مليار هدوم، 23 مليار دولار في السنه. ده تقريبا 70% من صادراتك كمصر. فيها عندنا 110 مليون مواطن، وحجم ارضنا صحيح ان جزء كبير منها صحراء،
لكن الصحراء برضو ممكن يكون في منها استفاده. عندنا مليون متر مربع او كيلو متر مربع من الاراضي. طب ايه المشكله؟ يعني الفكره بقى المشكله بترجع تاني لفكره الاستثمار. لازم النهارده يبقى فيه، زهقت من كلمه ايه الخرايط، وان كل محافظه ليها خريطه وايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. ده كلام سمعناه عشرات المرات، في خلافات كتيره مع ناس او مع وزراء مختلفين، في اوقات مختلفه، في وجود ناس. نعيد الحته دي بس. تعال، على مدار العقود السابقه والوزارات السابقه كان تملي فكره ايه؟ اصل احنا عندنا خريطه للمحافظات، وكل خريطه للمحافظه واهميتها، والمحافظه وامكانياتها وايه اللي تمتاز بيه. الكلام ده ما اداناش حته. يعني انا لغايه دلوقتي انت عندك الخرائط دي كلها، وعندك الامكانيات دي كلها، وعندك عماله مش شغاله. كل الكلام ده، كل العوامل موجوده. يعني انت عندك في البنك في حوالي 7-8 تريليون ودايع. في عندك شباب قاعد على القهوه ما بيشتغلش. في عندك طلب بره، ممكن جوه وبره، يعني داخلي وخارجي، ممكن انك تقدر تصنع ويبقى عندك الطلب موجود. وكانت اهم مشكله في اي حاجه هي الطلب. انت عندك عماله رخيصه. يعني انت النهارده لما بتتكلم على عامل بياخد 4-5 آلاف جنيه، ده يعني بياخد $100. الصين العامل بياخد $1500، 15 ضعف. فانت النهارده مميز جدا في الحتت دي، ومع ذلك مش قادر تنافس. هنا الموضوع مش موضوع ليه وازاي، لا. الموضوع الناس مش عايزه محفزات، الناس عايزه رفع معوقات. يعني لو كانت الدوله متصوره انه تعالوا هنشيل لكم الضرايب بتاع الشهر. الضرايب بتهمني لما اكسب، لغايه ما اكسب الضرايب ما بتهمنيش، ولا الكلام ده كله بيهمني. اللي بيهمني ان انا النهارده تشيل لي معوقاتي. ما اقدرش النهارده ان انا افضل اسير بيروقراطيه كبيره. مهما كان زمان سمعنا على مدار السنوات والعقود برضه السابقه فكره ايه؟ الشباك الواحد. انا من ساعتها لا شفت شباك ولا شفت بلكونه. يعني الفكره كلها انه يعني الدول الاخرى عملتها. يعني السعوديه عندها بتاخد موافقه في يومين 3، دبي بتاخد موافقه في يومين 3، المغرب، كل البلاد دي. يعني احنا مش هنخترع يا عم. نروح ناخد قانون الاستثمار بتاع الدول دي ونكتب عليه جمهوريه مصر العربيه، نشيل بس الغلافه ونشتغل بيه. يعني هو ليه الناس دي اشتغلت وليه احنا ما اشتغلنا؟ لو هم يعني احنا لما كنا في الصناعه وبنصدر وكوريا جات اتفرجت على التجربه بتاعتنا في الستينات، الدول دي ما كانتش موجوده اساسا. يعني مع احترامنا اليوم، ناس محترمه وكل حاجه وتجربه فعلا رائده، واحنا لازم نتعلم منها وتبقى برضو الهام لينا. لكن الدول دي ما كانتش موجوده. طب الدول دي نمت وخلاص، انا لازم كمان اشوف الاسباب النجاح. هو السؤال تملي في الاستثمار، والدوله لازم تساله نفسها. لو انا معايا $1,000,000 ونزلت في المنطقه بتاعتنا دي، هروح دبي ولا هروح الرياض ولا هروح المغرب ولا هروح مصر ولا هروح اثيوبيا؟ هو ده السؤال. لو انت كنت في اول 2 يبقى انت ناجح، لو كنت بره ال2 دول يبقى في مشكله عندك، واحنا للاسف بره ال2 الاولانيين. فلازم النهارده ننظر للمشكله. المشكله ان كل عامل لك ايه؟ التفعيل ودوافع جديده وحوافز للمستثمرين. كل الكلام ده لا، احنا عايزين رفع المشاكل، رفع المعوقات. مفيش طلب محدش طالب انه يقول لك ايه اديني رفع ضرائب، اديني. مش جايز مطلوب بعض الاحيان، لكن مش هي دي النقطه اللي بتعوق الاستثمار. لان الدول الاخرى برضه بتاخد ضرائب، يمكن اقل كتير طبعا لكن بتاخد. لكن انت النهارده عندك عشان تبتدي تعمل صناعه بتاخد اشهر وسنين، اشهر وسنين. فمش ممكن ابدا تقدر تواجه واحد بتروح له بكره بعد بكره وبعدها بيومين 3 تاخد موافقاتك وتاخد ارضك وتبتدي تشتغل من غير اي معوقات. انت النهارده عشان تروح تعمل استثمار بتتعامل مع يمكن 10-15، انا مش عارف كم، ما بين الدفاع المدني وما بين الهيئه الصناعيه وما بين هيئه الغذاء وما بين كل حاجه بيطلع لك فيها حد. طب هو دي موجود؟ هل ده يمكن كان موجود مثلا الكلام ده في الستينات كان منطقي. انما انت النهارده عموما في الاقتصاد اللي بيخليك تغير سياستك مش انت، المنافس. يعني انا لو انا النهارده بشتغل وببيع حاجه بجنيه، ايه اللي يخليني انزلها ب90 قرش؟ اللي كان ليا منافس
نزلها ب 90 قرش فبنزل ل 90 قرش، نزلها 80 بنزل 80. طب لو انا النهارده ليا منافس النهارده في الاستثمار وعنده اجراءات سريعه وامكانيات انك تاخد موافقاتك والى اخره، وانت قاعد بتشرب فنجان قهوه، طب مش هبص للكلام ده كله؟ يعني زائد ان انت بخلاف ده كله عندك برضو مشاكل في العمله او مشاكل في الكلام ده كله. فانت حتى انت متاخر معاهم، مش بس ان انت على قدم المساواه، فانت بكره لو عملت الاجراءات دي هتبقى متساوي معهم، لا انت متاخر. فلازم يبقى الكلام في نشوف ايه المشكله. يعني المشكله تملي ان احنا بنتكلم على فكره ان احنا عايزين اضافات في فكره الحوافز. لا احنا مش عايزين حوافز، احنا عارفين كل الناس عايزه رفع معوقات، ناس كثيره بتيجي مصر وطبعا انا مش بتكلم كده لانه الكلام ده كله معروف للجميع، بتيجي من دول اخرى وتيجي وتقعد وتدرس والى اخره، وفي الاخر ضجيج بلا طحين. طب ليه ضجيج بلا طحين؟ لانه بيجدوا انه الدول الاخرى بتعرض عليك حاجات افضل، مش الحاجات الافضل في الحوافز، لا الحاجات الافضل انك انت تبتدي شغلك من غير مشاكل. بعد كده في نقطه مهمه جدا في الاستثمار، انا نفسي مش مستوعبها. يعني كل القوانين الخاصه بالاقتصاد الفتره اللي فاتت فيها حبس وجوبي، حتى لو انت المحل بتاعك مش عارف ايه من غير يحبسك. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ان في مستثمر بيتحبس عشان اي حاجه. ده حتى كانت قطر دبي اسف كان عندها الحبس وجوبي للشيكات، شالوه السنه دي. ما فيش مستثمر بيجي ببلد تقول لك ايه انت لو الامن الصناعي مش عارف ايه يحبسك، مش عارف ايه لو عملت ايه يحبسك. لا ما فيش كده يا جماعه. مش معقوله ان كل يقول لك تهرب جمركي. ما تهرب جمركي من وجهات نظر، ممكن حد يكون متهرب بجد، بس ما فيش حد برضه بيحبس في اي حته في العالم عشان تهرب جمركي. فانت كل القرارات اللي الناس ده مهما كانت المشكله بسيطه فيها حبس وجوبي مش ممكن طبعا. يعني يا جماعه لازم يبقى الناس اللي بتصدر القوانين تبقى فاهمه ان الحبس الوجوبي ده دي فكره طارده، قوانين طارده للمستثمر. ارجو ان الكلام ده يوصل للناس اللي تحب تسمعه، وارجو ان يكون له اي تاثير على صاحب القرار، وارجو ان ما اكونش طولت عليكم، وان شاء الله نلتقي قريبا. اذا كنت استفدت ولو استفاده بسيطه من البرنامج، لو سمحت اعمل شير ولايك، وعلى لقاء قريب مع اقتصاد بلا فزلكه.